فيديو جديد من طبخات وصفات ام يوسف. النهارده ان شاء الله هنعمل الغريبه الناعمه الدايبه بطريقه سهله وبسيطه بمقادير مظبوطه. نسمي بالله ونصلي على الرسول. هنا معايا هستعمل كوبايتين من السمنه او الزبده، انا دي مسيحاها في حله اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي. دي عندي زبده على سمنه بلدي انا مسيحاها، هاخد منها كوبايتين سمنه وكوبايه سكر بودره، وهاخد 4 كوبايات تانية. لازم التانية عبيتها اهي. لازم تكون انتي مسيحاها وحطها في التلاجة، بعد ما تبرد بطلعها. علبة صغننة جبت كده ذرة كده بسيطة فانيليا بس، واضرب بقى الكلام ده كله بالمضرب لغاية بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام بقى كريمي ازاي اهو؟ شايفين اهو. انزل بقى باول كوباية دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا ان احنا هنحط 4 كوبايات دقيق. هحط كوباية زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي التانية، دي التالتة. بعد كده هستعمل ايدي طبعا. دي الكوباية التالتة. بسم الله الرحمن الرحيم. هستعمل ايدي طبعا. بسم الله كده حطيت ال3 كوبايات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده احنا حطينا بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا 1 سكر بودر، حطينا 2 سمنة و4 دقيق وذرة فانيليا. هنشوف بقى العجينة بتاعتنا لو احتاجت حبة دقيق هنحطها. كده خلصت عجين. هوريكم دلوقتي القوام بتاعها، نختبر كده واحدة صغننة. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل كده ملك فيها كده اهي عشان ما تشققش مني اهي، واعملها بقى كوره. بصوا على ايدي النظيفه دي اللي ما فيهاش حاجه. اولا شايفين الملمس بتاعها؟ شايفين هوريها لكم دلوقتي، هوريها لكم. اللهم صل على النبي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ لا في مشققه ولا اي حاجه. شايفين النعوميه بتاعتها؟ شايفين؟ اسيبها ترتاح في التلاجة لمدة 10 دقايق، وبعدين نقطعها ونسويها مع بعض. يا جماعة بعد ما انا طلعتها من التلاجة خليتها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينة ناجحة بطريقة ما اقولكوش يعني. اوريها لكم دلوقتي. شايفين ايه؟ هعمل لكم واحدة تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. والعجينة اهي بعد ما طلعتها من التلاجة قعدت حوالي ربع ساعة. بسم الله ما شاء الله. طبعا مسكت نفسها اهي. شايفين النعومية يا جماعة؟ شايفين لا مشققة ولا اي حاجة اهي. هفضل بقى ارص بقى في الصاج بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده، وارجع تاني بعد ما اقطع الكمية دي كلها. شايفين المنظر بعد ما طلعت من الفرن؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟
ألف هنا وشفا على قلبكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. كل سنة وحضراتكم طيبين.